دار بين عدد من الزعماء العرب ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين غداة أول زيارة له للمنطقة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر العام الماضي. الجواب على هذا السؤال يمكنه أن يحدث ليس فقط صدمة لدى البعض، بل قد يتسبب في ردود فعل غاضبة بسبب أن تصريحات لزعماء عرب قد سربت في كتاب جديد طالبوا فيه إسرائيل بالقضاء على حماس، فهي ليست إلا وجها لجماعة الإخوان المسلمين بحسب قول ملك عربي. الكتاب هو بعنوان حرب للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودورد، صدر في نيويورك عن دار سايمون أند شوستر، وهو في شكل تحقيقات صحفية تدور حول ما دار بين الأمريكيين والزعماء العرب بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر العام الماضي. كانت إسرائيل حينها تتأهب لحرب دموية هدفها تدمير حماس وتحرير الرهائن من بين أيدي كتائب القسام. محادثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تلك الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر كانت بشكل شبه يومي وعاجلة طبعا، لكن ما سمعناه في الأخبار حينها مغاير تماما لما أورده الكاتب الأمريكي المخضرم، وأحدث ليس فقط جدلا بل صدمة لدى الكثيرين ممن اطلعوا عليه. كتاب حرب الذي يقع في 435 صفحة أثار جدلا واسعا بسبب مقتطفات تعد على الأصابع لما سمعه بلينكين من زعماء عرب، ودعونا نأخذكم إلى عينة من تلك المقتطفات. طبعا ملك الأردن عبد الله بن الحسين قال خلال تلك المحادثات بحسب الكتاب: طبعا دعمت إسرائيل حماس لسنوات، وكانت عشرات الملايين تتدفق، ويجب عليها أن تهزم حماس، لن أقول ذلك علنا. أما بالنسبة لرئيس الإمارات محمد بن زايد فكان تصريحه الأكثر إثارة وجدلا للأمريكيين، يقول: يجب القضاء على حماس، يمكننا أن نعطي إسرائيل المجال لتدمير حماس، لكن يجب على إسرائيل أن تعطينا مساحة إنشاء مناطق آمنة للتأكد من أنهم لا يقتلون المدنيين. لكن بالنسبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقد ورد أنه كان يهتم بأن لا تسقط معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل بسبب الحرب ضد حماس، وورد أيضا أنه قال إنه مستعد لوضع قوات على الأرض، يمكنني جلب دول عربية أخرى، أريدك أن تأخذ ذلك إلى الرئيس بايدن، لكن دون أن يفصل الكاتب أي من الدول يقصد السيسي. أما أقوى التصريحات فكانت من عباس كامل، وهو رئيس المخابرات العامة المصرية السابق، وتم تداولها بكثرة في المنصات. ورد أنه قال: يجب أن لا تدخل إسرائيل مرة واحدة، انتظروهم حتى يظهروا ثم اقطعوا رؤوسهم، ويقصد هنا مقاتلي حماس من كتائب القسام وغيرها من الفصائل. محمد بن سلمان ولي العهد السعودي جاء اسمه مقترنا بتصريحه حول التطبيع، وقال هو أيضا لبلينكين: ليس فقط أنني أريد المضي في التطبيع، بل أريد القيام بذلك بشكل عاجل، أريد فقط أن تختفي المشاكل التي أوجدها 7 أكتوبر، لكن غزة يجب أن تهدأ، التطبيع لم يمت. لمن مشاهدينا لا يعرف الصحفي الأمريكي بوب وودورد، فهو اشتهر بدوره البارز في كشف فضيحة ووترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي طبعا الأسبق ريتشارد نيكسون في السبعينيات. هو أيضا كاتب متعدد الأعمال، حيث ألف العديد من الكتب الأكثر مبيعا مستندا إلى وصوله لمصادر رفيعة المستوى. قضى أكثر من 40 عاما يعمل في صحيفة واشنطن بوست الشهيرة طبعا. أما عن المصادر التي اعتمد عليها الكاتب فقد نقلت التقارير جوابه على هذا السؤال بالقول: تم إجراء جميع المقابلات لهذا الكتاب وفقا لقاعدة الصحفية الأساسية المعروفة باسم المعلومات السرية العميقة، وهذا يعني أنه لا يمكن استخدام جميع المعلومات، لكنني لن أفصح عن المصادر أو عمن قدمها.